تسويق ايمج دولة، طبعا كيس قضية. في خلط بينه وبين الدعاية والإعلان، وده خلط أبدي من مظبوط. أول يوم. فأنت بتشتغل على البرايس، تمام؟ إيه هو أصلا تعريف التسويق؟ اهلا بيكم في حلقة جديدة من وماله. ازيك يا دكتور اكرم؟ أهلا دكتور. عامل ايه؟ عامل ايه يا باشا؟ الاخبار؟ منور يا باشا. تمام. الحمد لله. على فكرة احنا في موضوع من بدري عايزين نتكلم فيه وماله ان احنا نتكلم فيه، وماله ان احنا لينا بدري ما استغلناش وجود ماركتير، يعني مسوق او بالانجليزي ماركتر، يس. صح كده؟ وانا عندي كمية اسئلة بتحير الشباب من الجنسين. ماشي. اول حاجة اللي شايفه انا من خلال سوق العمل انه دي مهنة مظلومة، مظبوط. بمعنى انه كلنا محتاجينها ومحدش فينا عارف انه محتاجها. أكيد طبعا. فوضح لي ده ازاي. التسويق هو علم، وهو بيزنس كبير جدا ونجاحات وقيمة. يعني بص، التسويق بحر كتير من التعريفات يعني، تمام. والتسويق ممكن يبقى تسويق منتج، ممكن تسويق شركة، ممكن يبقى تسويق خدمات، ممكن يبقى تسويق فكرة، ممكن يبقى تسويق مؤسسة خيرية، تسويق Image. أشخاص، تسويق سياسي. كل حاجة ممكن يتعمل لها تسويق. تسويق ايمج دولة، طبعا كيس قضية، قضية، كل ده تسويق. كله ده تسويق. فهو التسويق من كتر ما هو متشعب وممكن يخش في حاجات كتير، فالناس مش عارفة تمسك له ماسكة يعني. وفي حاجات كتيرة بيتهم بيها التسويق، يعني كل حاجة بتتعمل وتعمل دوشة الناس تقول لك أصلي معلش ده تسويق، ده تسويق. فدي برضو من الحاجات المعروفة في المجال ده طبعا. تمام. بما انه التسويق كل الحاجات دي محتاجاها، طب ازاي فيها بيحصل نجاحات من غير ما يبقى فيه تسويق؟ يعني كلنا في بلادنا عارفين براندات بعينها، وطب هل في مسوق، في ماركتير مسؤول عن القصة دي؟ فيقول لك لا. طب هل في شركة تسويق أو خدمات تسويقية مسؤولة عن الموضوع ده؟ فالإجابة لا. فهل ده ممكن يحصل؟ ولو حصل بيحصل ليه؟ وإيه مدى إمكانية استمراره؟ وهل في خطورة من الاستمرار بدون ما يبقى في حد ريسبونسبل بالكامل عن التسويق؟ ده سؤال جميل جدا. في الحقيقة التسويق في خلط بينه وبين الدعاية والإعلان، وده خلط أبدي. مظبوط. من أول يوم بدأت أنا أفكر إن أنا أدرس تسويق أو أخش أعرف يعني إيه تسويق، وأنا شخصيا كان عندي الخلط ده. وكل ما أتعامل مع أي حد بمختلف الدرجات العلمية والأوضاع، لا هتلاقي عنده خلط غالبا بين معلش، درجات علمية بعيد عن التسويق. بعيد عن التسويق طبعا. يعني تمام؟ اصل اي حد درس بتكلم إن تسويق حد يعرف مثلاً انه ممكن ده غير ده. لا، تلاقي ناس مثلا ليهم خبرة كبير في المجال بتاعهم، ممكن يبقى اساتذة مثلا تمام. بس تلاقي ان في خلط نسبي بين فكرة التسويق وفكرة الدعاية والإعلان، أو الدعاية بصفة عامة، أو حاجة تالتة اللي هو البيرسونال سيلينج. يعني برضو نوع تاني من الخلط اللي أنا بشوفه بين التسويق. فالتسويق دايما بيتظلم لو ناس شفنا حد عمل دعاية فيقول لك ده بيعمل تسويق، مع إنه ممكن هو ده يبقى هي أداة واحدة من أدوات التسويق. بالظبط. فالتسويق زي ما قلت لك في خلط بينه وبين الحاجات التانية. فدي خلط من زمان يعني، وهيستمر على فكرة، مش هيبطل يعني إلا للناس اللي بتدرس التسويق. لما نيجي نتكلم عن التسويق والسؤال اللي انت بتقوله، هل ممكن حد ينجح من غير تسويق؟ هو ممكن ينجح، بس هو بيعمل تسويق من غير ما يحس، او من غير ما يعرف ان هو بيعمل تسويق. زي ما هو مش عارف انه محتاج تسويق بالظبط، فبيعمل تسويق وهو مش عارف انه بيعمل تسويق. بالظبط. ده نتيجة لكبر حجم التسويق؟ لا، لانه مش محدد، او اللي مش دارسه هيحس ان في حاجات كتيرة بتبوست او بتدعم فكرة التسويق، بس مش عارف ان ده تسويق. تمام. على سبيل المثال يعني، احنا عندنا في التسويق حاجة اسمها الماركتنج ميكس او المزيج التسويقي. بالنسبة للمنتجات او البرودكتس بيبقى الفور بيز. تمام. ايه الفور بيز دول؟ هم الماركتنج ميكس او المزيج التسويقي او الادوات اللي انا بشتغلها علشان
اعمل من خلالها تسويق. ايه هم بقى الادوات دول؟ الفور بيز. الفور بيز اول حاجه فيها البرودكت، المنتج نفسه. تاني حاجه هي البرايس، السعر. تالت حاجه هي البليس. رابع حاجه هي البروموشن. تمام. هي بي واحده، ايوه فعلا. هم اربع فور بيز دول. لا اقصد انه الدعايه والبروموشن هو بي واحده من الاربعه. دي بي واحده من الاربعه. طيب انا دلوقتي راجل شغال في المجال بتاعي وصاحب مهنه او صنعه وصاحب براند من زمان ومش محتاج تسويق. هل انا مش بعمل تسويق؟ لا، انت بتعمل تسويق، بس ممكن بتشتغل على نوع واحد من الفور بيز اللي هو البرودكت. يعني انت ممكن اصلا راجل صناعي او راجل مثلا بيعمل اكله حلوه او طباخ او راجل شيف بيعمل اكله محدش يعرف يعمل زيها. فانت بتستثمر كل الامكانيات بتاعتك في ان انت تطلع اكل بالجودة اللي العميل عايزها. فانت بتشتغل في البي الاولى بطريقة غير طبيعية. بس مش بتعمل بروموشن، مش بتعمل اعلانات، ما عندكش صفحة، ما عندكش براندنج، ما عندكش اي حاجة. بس لما تيجي تسأل الناس شغال على الورد اوف ماوث. بيعمل اكل هو الفلان الفلاني بيعمل لك في اسماء احنا نعرفها. تمام. اقول لك ما تيجي يا باشا نضرب لنا مش عارف ايه من عند فلان الفلاني. الراجل ده ما بيعملش اي اعلانات ولا ليه اي حاجه ولا صحيح. بس البلد كلها عارفه ان الراجل ده بيعمل احلى اكل. ليه؟ هو من زمان شغال على البي الاولى، البرودكت، بيعمل المنتج بتاعه بطريقه وبيستثمر وبيطور فيه، وهو بيعمل ابحاث فيه وبيشوف لو انا عملت الخلطه الفلانيه هتزود الطعم وراي الناس يزيد ولا يقل. فدي طبعا هو بيعمل تسويق بس بيلعب على حاجه واحده بس اللي هي البرودكت. تمام. حد تاني يقول لك لا يا باشا احنا بنشتغل في مجال كل المنتجات شبه بعض، انا والمنافسين كلهم شبه بعض، بس انا راجل ناصح شويه، بعرف اجيب من موردين بكميات كبيره فبعمل سعر كبير جدا فبقدم دايما اقل اسعار في السوق. فانت بتشتغل على البرايس. تمام. او حد تاني يقول لك لا انا يا باشا فاتح في مكان، ربنا كرمني مثلا راجل صيدلي مثلا من بتوع زمان، من بتوع الثمانينات والسبعينات يا باشا، جه فتح في مكان في وسط البلد ما كانش فيه صيدليات اصلا. تمام. فاتبنى حواليه دكاتره وعمارات والصيدليه بقت اكبر صيدليه شغاله في البلد. على فكره ما التسويق ده ولا حاجه. يجي يقول لك انت ويقنعك ان التسويق ده مش مهم. لا يا باشا، انت بتشتغل بالبليس من زمان. لا هو ممكن يقول لك ايه اهم، سيبك من التسويق، اهم حاجه المكان. هو مش مدرك انه المكان ده جزء من البليس، ده الرابع بالظبط. طب انا يا باشا اصلا ما عنديش مكان كويس، بس انا عملت شبكه توزيع رهيبه. تمام. واي حد يوصل لي يعمل مني اوردر اوصل له خلال 3 دقائق. ما انا برضو شغال على البليس، ما الديستريبيوشن ده جزء من البليس، سبلاي تشين بليس. تمام. فانت برضو شغال عليه. تمام. واحد بقى اخير يقول لك لا يا باشا التسويق ده اهم حاجه. ايه التسويق يا باشا؟ لازم نعمل اعلان ممول ولازم مش عارف نعمل ايه، ويوفط في الشوارع في الشوارع وبتاع. انت كده مركز على البي. بس خلي بالك عمر البي الاخيره ما تسند الثلاثه اللي قبليها. البي اللي هي البروموشن، لانها هتجيب عميل، لكن العميل ده هيستمر ولا لا معتمد على الثلاثه الاولانيين، على الثلاثه التانيين. صح كده؟ دي نقطه. وهنا هاخدنا الموضوع لحته مهمه جدا. ايه هو اصلا تعريف التسويق؟ يلا بينا. التسويق، بص يا باشا، اختلف الفقهاء واتكلموا كتير عن التسويق. وانت لو عملت سيرش في اي مكان عن الديفينيشن اوف ماركتنج تلاقي كلها ديفينيشنز مختلفه. تمام. وكلها صح، محدش يقدر يقول بيها. بس في بعض الكلمات اللي متفق عليها في معظم الديفينيشنز الناس الكبيره اللي شغاله في التسويق من زمان. تمام. ايه هم بقى الديفينيشن؟ اول كلمه لازم تبقى مرتبطه بالتسويق هي كلمه فاليو او القيمه. تمام. التسويق في الاول وفي الاخر هو بيلعب على حته القيمه. ازاي؟ it is a set of processes، يعني هي مجموعه من العمليات اللي فيها انت كان كرييت، ممكن تخلق قيمه، كرييت او ديفلوب او تطور قيمه او تكوميونيكيت او توصل قيمه، فاليو. تمام. فانت كل الموضوع ليه علاقه بايه؟ بالفاليو، بالقيمه اللي انت بتقدمها ايا ما كانت القيمه دي شكلها ايه. تمام. سواء كانت قيمه سهله واكل وشرب وحاجه مهمه، او القيمه دي تبقى حاجه اكبر من كده. ممكن تبقى just entertainment، ممكن القيمه دي تبقى متعه. هو في وقت من الاوقات الطفل اللي بيخش بيلعب يشتري لعبه ده
ما هي دي بالنسبه له قيمه، وفي حد ذاتها هي قيمه لوالده لان هو بيبسط ابنه، او قيمه لوالده ان هو بيريحه من الدوشه. في الحالتين فانت هتلاقي كميه من القيم ممكن يبقى منتج واحد يبقى ليه اكتر من قيمه. احنا كده بنجاوب على السؤال ده. طبعا بالظبط. ممكن حاجه واحده يبقى ليها اكتر من قيمه. توجه القيمه دي في كامبين ناحيه الاب، وفي كامبين ناحيه الطفل نفسه، بحيث انه الاب ما يرفضش مهما كان سعر المنتج، لانه زن الطفل هيخليه يجيبه. بالظبط. وممكن توجه الكامبين ناحيه الفيميلز، فبالتالي احنا هندفع ده موضوع بالظبط. وبعد كده هياخدنا الديسيشن ميكنج بروسيس، القرار الشراء مع مين وبيتاخد ازاي. صحيح. ده جزء من ويوديك للبلاك بوكس اوف ذا باير. بالظبط. صح كده. اللي مرتبط دايما بالتسويق بالاضافه للقيمه هي فكره البروفيت، ودي هنا بتاخدنا مع جزء تاني اللي هو الكونفيوجن اللي بيحصل بين الماركتينج وبين السيلز راجل بطبيعه بيعمل ديل او بينفذ اوردر او بينجح ان هو يبيع، بس ما بيخشش في التفاصيل بتاعه الحسابات. انا دلوقتي بعت كتير، انا عندي رقم معين لازم اجيبه، بجري ورا الرقم، بحاول ابيع البيع عشان يوصلني للرقم او المستهدف اللي انا حاطه. تمام. صحيح. الراجل بتاع السيلز مش هدفه بس ان انت تبيع، لان انت ممكن تبيع كتير. بتاع الماركتنج بالظبط. انت ممكن تبيع كتير لكن ممكن تبيع وتخسر، او ممكن تبيع وما تحققش الهدف بتاعك. تمام. لان في الاول وفي الاخر الماركتير او الماركتنج بيهتم بالاضافه لفكره الفاليو بايه؟ بالبروفيت. بالظبط. خليني اقول لك وجهه نظرنا في الحته دي وقول لي صح ولا غلط. السيلز عايز يوصل للونج تيرم ريليشن مع الكاستمر عشان يبقى ريبيتابل كاستمر. اوكي. لكن الماركتنج مردودها عند فيليب كوتلر انه محتاج يبقى لونج تيرم بروفيتابل ريليشن شيب. ده من الفروق ولا انا فاهم غلط؟ بالظبط. انت قلت كلمه بروفيت، هي دي الفرق الكبير. هو ده الفرق. البروفيت هو ده اللي بيفرق. وبناء عليه بيبقى فيه استراتيجيز وفي بلان وفي امبلمنتيشن، وبتستخدم مش بس 4 بيز، بتستخدم لو انت بتقدم خدمه ال7 بيز او ال8 بيز. بقى دلوقتي 8 بيز. طب ايه هم ال7 بيز او ايه الثلاثه اللي زادوا؟ ايه الثلاثه اللي زادوا عن الاربعه الاولانيين؟ احنا ايه هم الاول او 4 بيز يا دكتور ايهاب من الاول كده افتكرهم معايا. انت شرحتهم وتمتحني؟ لا ماشي نفتكرهم. ماشي. البليس والبرايس والبرودكت طبعا، لكن لازم نبتدي بالبرودكت الاول، بعد كده البليس والبرايس، او البرايس وبعدين البليس وبعدين بروموشن. دول ال4 بيز، دول المتعلقين بالمنتج. منتج محسوس، حاجه محسوسه نقدر نمسكها. تمام. طيب لو انا بقدم خدمه يبقى في 3 هيتضافوا. ليه؟ لان الخدمه انت مش بتتعامل مع الحاجات دي بس، لا انت بتتعامل مع الناس البيبول. في حد مقدم للخدمه بتاعتك، فاللي بيقدم لك الخدمه ده لازم انت تشتغل عليه وتدوره علشان في الاخر صحيح العميل يبقى ساتسفايد من الخدمه دي. كام مره احنا بنروح لمكان معين حتى لو كنا بناخد منتج، بس بنروح عشان اشخاص. ده كتير. وخاصه ان قرار الشراء غالبا ايموشنال. بالظبط. فبيعتمد على الفيل ولا اللي سايق الفيل. بالظبط. ده البيبول. طيب ايه تاني غير البيبول؟ انا دلوقتي لو انا باخد خدمه ففي بروسيس بتتعمل، في عمليه بتتعمل. صحيح. انا من اول ما بطلب الخدمه لغايه ما بحصل على الخدمه البروسيس بتبقى شكلها ايه؟ لانه غير في البرودكت البروسيس ملهاش وجود، لان انا دفعت اشتريت مشيت، فمفيش بروسيس. لكن بالزبط. في الخدمه في بروسيس. فالبروسيس دي من الحاجات المهمه اللي بيعتمد عليها الماركتنج، اللي هو التراكنج بتاع البروسيس. طيب وسريعه ولا بطيئه ولا وساتسفاكتوري لدرجه ايه؟ ساتسفاكتوري. فدي من الاكشنز. انت بتلاحظ حتى الموضوع مش بس خدمات، حتى في بعض المنتجات هتلاقي مطاعم شهيره عاملين مثلا اللي هو الحاجات اللي بالعربيات، اللي هو التيك اواي عن طريق العربيه. التراكنج اللي هو بياخد بالعربيه دي، زي بيتزا هات وزي ماك. بالظبط. بتخش بالعربيه، تراك بالعربيه، تخش بتطلب وتدفع، وبعدين تخش تستلم. ده في البروسيس بيتعمل. يس. طيب بعد ما عملنا الكلام ده، هل ده كافي بالنسبه للخدمه؟ لا، الخدمه لازم نحط في الاعتبار في حاجه دايما معاها اسمها physical evidence. المنتج
قدامك انت بتشتري منتج، سواء كان لبس، سواء كان اكل، سواء شرب، ايا ما كان انت خدته في ايدك، فده شيء محسوس. لكن لو انت بتقدم خدمة الموضوع مش محسوس، فانت لازم تقدم دليل على ان المنتج ده ذو قيمة مناسبة للعميل. اللي هو بنسميها بشكل تاني لما تعمل كامبين، وقول لي صح ولا غلط، البريسيدنت، سابقة الأعمال. الدليل، سابقة الأعمال ده جزء منها، بس الدليل لازم دايما تتأكد ان انت بتعمل دايما دليل على الشغل بتاعك ان هو معمول، او الرسالة اللي انت بتقدمها. تمام، لازم يبقى في حاجة ملموسة يقدر يحسها العميل على الكلام اللي انت بتقوله. قول لي بقى البيج تامنة اللي ضافها فيليب كوتلر ايه؟ ويا ترى ننتظر في حاجة تسعى؟ ممكن، وارد. البي الأخيرة هي البوزيشننج أو الصورة الذهنية. تمام. انت عايز تسيب في دماغ العميل بتاعك ايه؟ بالظبط. هو في الحقيقة الناس برضو بتخلط كتير بين البوزيشننج وبين حاجات تانية، زي مثلا السلوجان، زي الشعار، زي اللوج. لا، البوزيشننج هو كل ده بيخدم على البوزيشن. البوزيشننج انت العميل اول ما بيسمع اسمك او بيشوف اسمك، بيحط أو اي في حاسه أنهي من كاتيجوري في حواسك، دماغك. اي حاسه من حواسه بتقرب، يعني ليها علاقه بيك انت، ايه اللي بيجي في دماغه. على فكره البوزيشننج هي مش كلمات كتير ولا جمل كتير ولا حاجه صعبه. البوزيشننج بتبقى حاجه بسيطه بتتلزق في دماغ العميل. بنسميه عشان انت عارف انا دارس لايف كوتشنج في البرمجه اللغويه العصبيه، بيعمل ربط مع العيان، بالظبط. رابط مع العيان برضه، لا مع الكاستمر او الكلاينت، بيعمل رابط نفسي، اللي هو الرابط بتاع نظريه بافلوف. ايوه. فاللينك ده في حاجات كتيره بيحصل لها بوزيشننج. البراند نفسه ما بيبقاش عامل حسابه ان هو بيعمل كده، بس من الشغل فبيرتبط البوزيشننج بتاعه. وفي بقى ناس شاطره قوي هي اللي بتبقى حاطه من الاول بلان، لانها انا تعمل عايز الرابط اعمل بتاع بوزيشننج بشكل كبير. يس. مشكله التسويق بقى بعد ما اتكلمنا في الايت بيز، ان دايما الناس بتبقى عايزه كل حاجه. انا عايز اعمل براند، عايز اوصل لكل الناس، عايز ابيع كل المنتجات، عايز اعمل. فدايما فكره الانكلوجن هو ده ممكن. هو انت ممكن توصل لمرحله قريبه من الكلام ده، بس ما بتبقاش كلها في نفس التوقيت، ان انت تقدر تبيع اكتر من حاجه. لكن ايه الفكره؟ ان مش كله في نفس الوقت. وبعد كده انت لو عايز تعمل كده، فالموضوع احنا كنا بنتكلم في الاول ايه؟ بروفيت. هو انت كده انت مضطر تستغنى عن شويه بروفيت كويسين. انت يا باشا مثلا، على سبيل المثال انا مثلا عندي براند جديد موجود في جمهورية مصر العربية. لو انت حطيت اوبجيكتيف ان كل الناس في مصر ال100 مليون يعرفوا اسم البراند ده، ويبقى ده ماركتنج اوبجيكتيف لمرحله معينه لمده 3 شهور مثلا، زي المحمول في ايد الجميع في اواخر التسعينات اوائل الالفينات بالظبط، بتاع موبينيل. اصرف يا باشا. شوف انت عشان توصل للاوبجيكتيف ده، ولما تيجي تعمل سيرفي ما فيش حد في مصر يقول لك انا ما اعرفش ده. تمام. شوف انت هتصرف كام مليون او كام مليار، وهل ده وايه الريفينيو، هل يستحق الريفينيو يستحق طب ولا لا؟ نرجع، طب هل ده تسويق؟ طب هل ده بروفيتابل؟ هو ده الكلام. صح كده. هي دي الفكره. شوف انت اول ما قلت لي هل ده تسويق، قلت لك هل ده بروفيتابل؟ لا حلو. ايه رايك؟ بذاكر كويس. جميل، الله ينور. بس طيب باختصار متهيألي كده الحلقة كويسة، وماله ممكن نقفل دلوقتي. وماله يلا وماله. كل سنه وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين.